السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا كل حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. ان شاء الله النهارده معانا فيديو جديد من نوع على القناه. في واحده حبيبتي كده طلبت مني ان انا اعمل لها ميزانيه. قالت لي انا الميزانيه بتاعتي في الاسبوع 350 جنيه، هي بتمشي بالاسبوع مش بتمشي بالشهر. فاحنا ممكن نطبق الميزانية ديت على الأسبوع، وممكن نطبقها برضو على الشهر. يعني هي 350 جنيه في الأسبوع. لو بالشهر يعني معانا ميزانية 1400 في الشهر. حاولي أحلى حاجة للمرتب بتاع الشهر إن انتي تقسميه 4 أجزاء على 4 أسابيع. يعني تاخدي كل أسبوع الجزء بتاعه وتقدري تتصرفي بيه، لا بدل ما تيجي لاخر الشهر وتلاقي الفلوس خلصت وما تقدريش ان انت تكملي بقيه الشهر. طيب الميزانيه 350 جنيه في الاسبوع زي انا كاتبه كده. هنجيب فيها لحوم واسماك ورز وخضار وكل حاجه ان شاء الله. بس لازم نكون متفقين كده من الاول ان في اساسيات لازم تكون موجوده عندنا في البيت. يعني ما ينفعش الميزانيه 350 جنيه ما يبقاش عندي تمين. طب انا هجيب بقى ازاي؟ يعني لازم يكون عندي الاول تمين كده في البيت، او ان انا باخد تمين. التموين ده هيساعدني ان هيبقى فيه سكر، ممكن رز، ممكن زيت، فرق العيش. وبالتالي برضو انا مش هشتري عيش لان انا هيجي العيش مدعم في البطاقة. تمام. طيب هنبدأ بقى الوقت هنقسمها ازاي. اول حاجة عندنا في الميزانية، اول حاجة نعملها عشان ربنا يبارك لنا فيها ان شاء الله، نطلع صدقة. الصدقة ديت انا عاملة لها قيمة 5 جنيه. طبعا دي حاجة ترجع لك حتى لو انت هتطلعي جنيه واحد عشان ربنا يطرح البركة في الميزانية بتاعتنا ان شاء الله. تمام. يبقى اول حاجة عندنا هنطلع الصدقة بتاعتنا وانا عاملاها 5 جنيه. تاني حاجة معايا هي بند السوبر ماركت. اول حاجه لازم نعملها، احنا نازلين السوبر ماركت لازم نكتب كل طلباتنا اللي احنا محتاجينها في البيت في ورقه. علشان لو انا دخلت السوبر ماركت من غير ما اكتب الطلبات بتاعتي في قلب الورقه، انا ممكن اخش السوبر ماركت مش هصرف 350 جنيه، ممكن اصرف 500 600 جنيه. لان الواحد طول ما هو ماهوش مرتب حاجته هو محتاج ايه فهيجيب زي ما هو عايز. تمام. هنجيب ايه من السوبر ماركت؟ هنجيب 2 كيلو رز. كيلو الرز نزل لغاية دلوقتي بقى ب15 جنيه، في اماكن ب19، في اماكن ب18. بس احنا خلينا في الرينج الطبيعي، نقول 20 جنيه، علشان لو في اماكن بتبقى غالية ولا حاجة نقول ال2 كيلو عاملين 40 جنيه. تمام. دولت لمدة اسبوع. هنجيب عليهم نص كيلو مكرونة سايبة. النص كيلو المكرونة برضو ب10 جنيه، هي برضو نزلت بقى ب9 جنيه نص كيلو، يعني الكيلو ب18. انت بقى، انا جبت لك المثال، انت ممكن تختلفي معايا، ممكن انت عايزه تجيبي يعني المكرونه والرز 50 جنيه. انت عايزه تجيبي بال50 جنيه رز يكفيكي طول الاسبوع وتلغي المكرونه، دي برضو حاجه ترجع لك. لو انت لقيتي الرز ارخص من ال20 جنيه كده تمام، هيوفر معاكي، هيبقى معاكي كمية اكتر من الرز. تمام. عايزة تجيبي كيلو مكرونة بال20 وتجيبي كيلو ونص رز بال30، برضو حاجة ترجعلك يعني. بس الاساسي عندنا 50 جنيه للمكرونة والرز، تقسميها زي ما انت عايزة. هنجيب كمان نص كيلو دقيق. انا كاتباه 10 جنيه بس هو عامل 9 جنيه، بس برضو انا بقول لو في مكان بيبيع زيادة ولا حاجة. وعلشان نكون يعني في نقطة كده عايزة اتكلم فيها، يا ريت تختاري الاماكن اللي هي بتبيع بالجملة. الاماكن اللي بتبيع بالجملة دي يعني انت هتوفري مثلا في كل حاجة هتجيبيها 2 جنيه 3 جنيه، هيفرق معاكي في الاخر حاجة هتوفريها تجيبيها بند تاني. ما نستقربش ونجيب من المحل مثلا اللي تحت البيت او في الشارع بتاعنا. يعني انا في محل عندي بيجيب عروض جميلة وبيعمل اسعار حلوة. يعني النهاردة كان عامل عرض على الرز والبيض، 2 كيلو رز ونص كرتون بيض كانوا ب80 جنيه. الصراحة عرض جميل جدا ومكانش يتفوت. هو مش جنبية، يعني هو بعدية بكام شارع كده، بس انا بس بجيب حاجتي منه بالاسبوع. هنا باكو الشاي ب8 جنيه، باكو الشاي الصغير اللي هو باكو شاي العروسة، برضو انا بجيبه من عندي بتاع الجملة ب8 جنيه. هنا بقى انت بصي، انا كاتبالك حاجتين انت ممكن تختاري فيهم. يا اما تجيبي نص جبنة، نص كيلو جبنة جديدة. النص جبنة جديدة عند بتاع الجملة برضو عامل 30 جنيه. لو انت جبتيه من السوبر ماركت اللي تحت البيت ولا في الشارع بتاعك هتلاقيه عامل 40 جنيه. انت احق بال10 جنيه دي تدخليها في اي حاجة.
يا اما تجيبي ربع كيلو جبنه بيضه قديمه، برضو الربع كيلو عامل 30 جنيه. تمام. وهتجيبي ب10 جنيه بيض كده. 10 جنيه يعني ممكن تشغليه في الفطار في العشاء اللي يريحك. وهنجيب ب5 جنيه فول صويا، عشان لو انت هتعملي لحمه مفرومه تعمليها كفته تكتر الكميه معاكي. وهنا بقى المنظفات بتاعتنا. هنجيب ب5 جنيه اريال سايب، اللي هو الأم اللي بيتباع سايب يا جماعة، هو الكيلو عامل 20 جنيه، يعني ب5 جنيه ربع كيلو. وهنجيب كيس أوكسي من هو 10 جنيه. تمام. هنجيب كيس الأوكسي ده وهنقلبه على اللي ب5 جنيه اريال سايب، هيديلك كمية حلوة جدا تقضي معاكي الأسبوع. وكده عملت الكمية دي كلها بكام؟ ب15 جنيه. وهنجيب كمان كيس سائل اللي انا كنت مصوراه معاكم في المشتريات قبل كده. نوع السائل ده جميل جدا، الكيس بيقعد معايا لان هو تقيل وخام، بيقعد معايا اسبوع ل10 ايام. الكيس ده كان عامل 4 جنيه. وهنجيب برضو نفس الماركة بتاعة السائل منه كلور، الكيس عامل 2 جنيه ونص، بس انا قلت يبقى ايه نكتبها 3 جنيه. وهنجيب صابونه، في صابون اللي انا كنت برضو مصوره معاكم، بيبقى فيه عروض جميله قوي على الصابون. بتبقى ب6 ب7 الكلام من ده، بس انا قلت برضو عشان انتوا لو مش هتلاقوا العروض دي خلينا في الاساسي اللي هي صابونه سفانه عامله 10 جنيه. يبقى كده عندي بند المنظفات وبند السوبر ماركت اتكلف معايا بالظبط 145 جنيه. هي 145 جنيه. تمام. نيجي بقى للبند التاني اللي هي اللحوم والاسماك. انا برضو عطيالك اختيارات وانت تختاري. هنجيب مثلا ربع كيلو لحمة مفرومة. ربع كيلو لحمة مفرومة عامل 55 جنيه. تمام. الربع لحمة مفرومة ده ماهوش المتغلف اللي بيتباع في السوبر ماركت، لا. في محلات عندنا هنا بتبيع اللحمة البرازيلي، بتبيع الكبدة البرازيلي، بتبيع اللحمة المفرومة. برضو اللحمة دي بتبقى قطع وبيفرمها قدامك زي ما انت عايزة. الكيلو في اللحمة المفرومة دي عامل 220، وبرضو القطع بتاعتها عاملة برضو 220. والكبدة بتاعتها عاملة 120 جنيه. فانت تجيبي ربع كيلو لحمة مفرومة. الربع لحمة مفرومة ده على 5 جنيه الفول الصويا اللي احنا كنا كاتبينها في حاجات السوبر ماركت. تعملي كفتة حاتي بترمي كمية معاكي جميلة جدا. ممكن تعملي كفتة بدمعة برضو بفول الصويا، بس بتحطي بهارات ملح وفلفل وكمون وحتة تومة نية وشبت وكزبرة وبصلاية مفرومة، وبتعجنيهم كلهم على بعض وبتحطيها في الصلصة. هبقى انزل ان شاء الله الفيديو ده على القناة. جميلة جدا جدا وبترمي معاكي كمية حلوة قوي. يعني صراحة الربع كيلو في مقام حوالي 3/4 كيلو، وديت برضو تعتبر أكلة حلوة. ما انتيش عايزة تجيبي لحمة مفرومة وعايزة تجيبي مثلا لحمة قطع، هاتي ربع كيلو لحمة قطع وقطعيها قطع صغيرة، واعملي معاها طرلي خضار بطاطس كوسة جزر. هتبقى جميلة أوي. تطبخي معاها رز. نجيب ايه تاني؟ ممكن نجيب كيلو ونص سمك مشوي من اللي هو الصغير ده. الكيلو ونص سمك الشوي ده عامل 50 جنيه. تمام. طبعا كل الميزانية اللي انا بتكلم عليها ديت لو انتوا 4 افراد. هتقولي لي 4 افراد ايه اللي ربع كيلو لحمة مفرومة هيقضينا؟ اقولك ان شاء الله هيقضيكي ويفيد كمان. خش على القناة وشوفي الفيديوهات بتاعة الكفتة والهمبرجر من ربع لحمة مفرومة، ما شاء الله عاملة معانا كمية حلوة جدا. وممكن تعملي عيش حواوشي، يعني ربع مفروم هيعمل لك 10 ترغيفة برضو. يعني ما شاء الله الربع لحمة مفرومة يقضي ال4 افراد. وبرضو ممكن تجيبي ربع كيلو كبدة. الكبدة برضو البرازيلي يا جماعة، الربع كيلو كبدة عامل 30 جنيه. الكبدة البرازيلي ديت هتقولي برضو هي هتقضي، ان شاء الله هتقضي طالما في هنسمي الله والبركة موجودة، يبقى ان شاء الله كل حاجة هتقضي معانا. الربع كبده ده قطعيه صغير جدا، اللي هي الكبده العصافيري، وحطي معاها بصل حلو وطماطم وفلفله. هتلاقي الطريقه على القناه، وهتعمل معاكي ما شاء الله طبق وكميه حلوه. تعملي بقى كبده ومكرونه كده يعني. هنجيب ب5 جنيه عجينه طعميه، علشان لو طبعا ده كفطار او عشاء. وهنجيب ب5 جنيه فول مدمس. تمام. هتعملي مرة فول بطماطم،
كده يعني، او فول بالبهارات. يبقى كده عندي بند اللحوم والاسماك اتكلف معايا 145 جنيه برضو زي بند السوبر ماركت. ممكن عايزة تغيري كيلو ونص سمك الشوي ده اللي هو حاطين له 50 جنيه، ممكن تجيبي سردينة، طبعا بتبقى صغيرة وبترمي معاكي برضو. ممكن لو لقيتي في ساعات بيبقى في السوق المرجانة اللي هي الصغيرة دي اللي قد السمك الشوي دي، بيبقى الكيلو عامل 50 او الكيلو وربع ب50، دي بتبقى الصراحة هايلة جدا. ممكن تلغي برضو السمك وتجيبي كيلو وربع جمبري من اللي هو الاحمر اللي هو الصغير ده، وتعمليه كفتة ما شاء الله هيبقى جميل معاكي، او مدفونة اللي هيريحك. يعني انا بديلك امثلة كتير وانت تختاري. هنيجي بقى دلوقتي لبند الخضار. هنجيب من السوق طبعا، يعني احسن حاجة ليكي كميزانية ان انت تمشي بيها بالاسبوع، وعشان الميزانية بتبقى على القد، ان احنا نختار اليوم بتاع السوق بتاع البلد بتاعتك وتنزلي فيه تشتري الخضار بتاعتك والطلبات بتاعتك، لان بتبقى الاسعار رخيصة عن الايام العادية. يعني انا عندي هنا السوق بتاعنا يوم الاحد، انا بنزل كل اسبوع بشتري طلباتي، بتبقى حاجات جميلة جدا وطازة، وفي نفس الوقت الاسعار بتاعتها هادية جدا عن البياعين. هنجيب كيلو بصل. البصل بقاله يومين بالظبط بدأ ان هو ينزل، يعني كان ب17.5، رجع بقى ب15، والنهاردة ماشي الكيلو ب12.5. فخلينا في انه في الوسط نقول الكيلو ب15 جنيه. ولما تيجي تنقي البصل بتاعك ما تنقيهوش اللي هو الكبير قوي، الا في حاله ان انت هتعملي محشي والكلام من ده. لو انت مثلا على قد استخدام كبده، كفته، طبيخ لحمه، كلام من ده، يبقى نقي اللي هي حجمها قد كده، الوسط والصغيره شويه. هنجيب كيلو بصل ب15 جنيه. وهنروح السوق برضو نجيب 2 كيلو طماطم. الطماطم برضو اسعارها نزلت بقالها 3 ايام، الكيلو عامل 7 جنيه ونص. ويا سلام بقى لو انت مشيتي بقى ماشيه حلوه كده في قلب السوق ودوري، يعني مش ضروري تجيبي السوق من الاول كده، لا امشي كمان للاخر، هتلاقي البياعين بيضربوا بعض عشان يروحهم. هتلاقي مثلا الطماطم سعرها رخيص، المستويه بيبقى سعرها قليل شويه، دي جميله جدا، بتجيبيها وتقوم مسبكاها وتفرزيها بقلب الفريزر، ومثلا تجيبي لك حوالي نص كيلو طماطم جامده على قد السلطه. تمام، احنا كتبنا 2 كيلو طماطم، خلينا في المتوسط 15 جنيه. الليمون الكيلو عامل 6 جنيه، والفلافلة الكيلو عامل 7 جنيه. تمام، يعني النص ليمون ب3 جنيه، والنص كيلو فلافلة اه النص كيلو ليمون ب3، والنص فلافلة ب3.5. قولي احنا هنجيب ب5 جنيه ليمون وفلافلة، يعني ب5 جنيه هيعملك حوالي كيلو ليمون وفلافلة، هتملى معاكي الاسبوع، وممكن يقعد كمان للاسبوع التاني. تمام. هنجيب بطاطس ب20 جنيه، في بطاطس عاملة 10 جنيه اللي هي حجمها صغير، تمام، اللي هي فيها نقط حمرا دي. وفي بطاطس اللي هي السبونس الطويلة دي بتاعت الآلية، الكيلو عامل فيها 12.5 وعامل 15 جنيه. فانت لو هي ب12.5 هتجيبي حوالي 2 كيلو الا ربع ب20 جنيه، ولو هي ب10 جنيه يبقى هتجيبي 2 كيلو بطاطس. طبعا بقى هتعملي بطاطس وبيض، هتقلي بطاطس وبتنجان في العشاء او في فطار. وهنجيب كمان ب5 جنيه برنجان رومي. تمام، برضو زي ما بقول لكم ب5 جنيه هتبقى برنجانية كبيرة قوي، يا اما 2 مقاسهم حلو برضو، لان البرنجان كيلو ونص ب10، يعني 3/4 كيلو ب5 جنيه، حلو قوي على قد الاسبوع. هيمشي معاكي في الفطار، في العشاء، ممكن في يوم أكلة عيش مع البطاطس. يعني بصي نوعي بقى، شكلي الأكلات بتاعتك. دلوقتي انت عندك برضو بند الدقيق، انا كاتبالك نص كيلو دقيق. طب انت هتعملي ايه بالدقيق اللي انا كاتبهولك ده؟ عايزه تعملي حاجه حلوه، هتعملي مثلا صينيه كيكه. تمام، ما انتيش عايزه تعملي صينيه كيكه، هتعملي مثلا قرص طريه ساده، او ممكن تعملي قرص بالسكر، او ممكن تعملي كعب الغزال، او ممكن تعملي بيتزات صغيره.
كل حاجات ديت. البيتزا عامة ما بتتكلفش، يعني برضو انت عندك الصلصة وعندك الفلافلة وعندك الجبنة، وتعملي مثلا من بواقي لحمة مفرومة عندك ولا حاجة، تعملي على وش البيتزا، وبتبقى جميلة قوي، تنفع معاكي في فطار وفي عشاء وفي حاجات كتير. وكده الميزانية بتاعتنا بتاعت الخضار 60 جنيه، يبقى 60 و145 و145، يبقى الميزانية بتاعتنا كلها 350 في الأسبوع. عايزة أقول لكم أنا قعدت أعمل الميزانية ديت لغاية ما لميت كل احتياجات البيت، وفي نفس الوقت ما انتيش حارمة نفسك من حاجة، فيها لحوم وأسماك وكبدة، فيها كل حاجة لغاية الفطار ولغاية العشاء. أتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبكم، وإن شاء الله انتظروا مني ميزانيات تانية بإذن الله. باي باي، مع السلامة.